كل واحد يتمتع باختياره لدينه. ده اختيار ما نقدرش ابدا نقف قدامه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب ليه هناك تفشي لافكار خاطئه تنسب زورا الى الاسلام. زي مثلا يقول لك حق الرده، ان الحد الرده ده ان اللي يقول انا هخرج من الاسلام يبقى يحل قتل. طبعا هناك اختلاف كبير جدا على هذا. انا مش هقول رايي لان انا مش من الفقهاء، عشان ما حدش يطلع بكره الصبح يقول لك اقبل الان. لكن هناك اختلاف، ما فيش اي دليل على ان هناك حد الرده ده مفتعل ومبتكر من قبل بعض السياسة. انت وجهتي سؤال للسلفيين قبل كده برضو، سألتيهم هل انتم على استعداد لإلغاء حد الردة؟ وصلتك إجابة من السلفيين؟ بالظبط. جات لك إجابة؟ إيه؟ عايزين تطبقوا حد الردة، يعني معناها عقاب من يخرج عن الدين الموروث. يعني وصل لك إجابة من السلفيين على هذا السؤال يا أستاذة إقبال؟ السلفيين ما يجرؤوش يردوا عليه، لا يجرؤوا، لأنهم يعلموا أن ثقافتي الدينية أكتر منهم 10 مرات. أنا مش من أنصار النقاب ومن أنصار إلغائه تماما تماما، لأن دي حيلة بيتخذها اللصوص والبلطجية للارتكاب المزيد من الجرائم. الناس ترتكب خطأ كبير في حق هذا الدين العظيم لما بيفترض أنه ممكن يفرض على إحدى مخلوقات الله أنها تختبئ خلف ستارة سوداء بشعة بالشكل ده. شيء حقير، يعني ملوش معنى، ملوش معنى، ويجب أن نحاربه بمنتهى الوضوح والشجاعة. لا نقاب في الإسلام، ويجب أن يمنع من مصر بقانون حازم.